السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم على قناتي حواء ديزا تيفي. إن شاء الله تكونوا بألف خير وانتم تشوفوا فيديو اليوم. راح نشارككم منتجات كانت دارت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه المنتجات أكثر من رائعة. وأكيد راح نشارككم تجربتي مع الأسعار، ومنها راح نشارككم روتين سهل وبسيط تقدروا ديروه لبشرتكم، راح يخلي بشرتك صافية نقية فيها نضارة، يخلصك من الكلف البقع. بالعكس يعني هاد المنتجات إذا يعني درتيها بالطريقة اللي راح نشاركها معكم راح تتحصلي على بشرة نقية وصافية وفيها إشراقة ونضارة، ومع المداومة ما يخلصك حتى من الكلف والتجاعيد. فقط اتبع معي الخطوات، لأنه أيضا في نهاية الفيديو راح نشارككم منتج أكثر من رائع لشد البشرة، وأيضا يصغر المسام ويخلصكم من الحبوب، يعني أي نوع تاع حبوب يخلصكم منها. فقط تابعوا معايا الفيديو بالخطوات وإن شاء الله ينفعكم هذا الفيديو. ما تنسوش تشجعوا الفيديو بجيم وتعليق، وإذا أول مرة قناتي فضلا وليس أمرا اشتركوا. بسم الله. أولا راح نبدو مع يعني هذا الغسول أو جل تنظيف الوجه من أبو سعد، هو بحليب الماعز. انا سبق وجربت صابونه تاع ابو سعد لي بحليب الماعز وكانت عجبتني بزاف، ويعني وشاركتها في قناتي وفي صفحتي وكان عليها نتائج يعني ما شاء الله. الان بغيت نجرب هذا الغسول. المهم سعره يدير 90,000. كي تضغطوا هنا تخرج هذا الرغوه في هذا الفرشات، ترغوي بها بشرتك، ينظف البشره بعمق، يعني حسيت انه ينظف البشره مليح. يعني ممتاز جدا لتنظيف البشرة ولتنقية البشرة. أما بالنسبة للتفتيح والتبييض يعني عادي. اللي حسيت أكثر أنه ينظف وينقي البشرة. بشرتي أنا شخصيا من جافة إلى مختلطة، كما يعني الآن يعني فصل الشتاء والبرد، يعني بشرتي تولي جافة، وعجبني والمني بالعكس. يعني ننصحكم به، هايل، يعني سهل الاستعمال. فقط هاد الفرشات اللي فيه تاع السيليكون كي تجو تغسلوا بها الصباح، اغسلوها يعني بالماء الساخن قبل ما ديروها في بشرتكم هكذا باش تعقموها، وفقط يعني ما تتجمعش فيها البكتيريا. أما بالنسبة للمنتج الثاني هو صابون حليب الماعز أيضا من أبو سعد. هاد الصابونة سعرها 25,000. من ناحية تبييض البشرة روعة، يعني حسيتها تبيض البشرة تنقي البشرة. صدقوني أنا كنت يعني في البحر كرينا دار في البحر، كنت ندير واقي شمسي ونروح نعوم، بصح غير نجي من البحر نغسل بها وجهي ونرطب يعني، والحمد لله يعني ما شاء الله. كي تشوفي يعني بشرتي تحسبي كاع ما بحرتش وما شدتش فيا الشمس. بصح ما يعني ما نكذبش عليكم، كنت ندير واقي شمسي ونغسل بها، وفي البحر كنت نغسل بها مرتين. بالنسبه للتبييض نحس صابونه حليب الماعز تبيض اكثر. اما بالنسبه للمنتج الثالث هو مرطب ليساز. هذا المرطب شفت عليه بزاف، يعني شفتهم يهضروا عليه بزاف، بغيت نجربه. المره الاولى غلطت، شريت واحد لونه ازرق، هذاك تاع البشره الدهنيه الى المختلطه، ثاني مليح بصح انا ما جاش على البشره تاعي. عاود جربت هذا كريم ليساس تاع لونه وردي للبشرات الجافة إلى البشرات العادية. بزاف شباب شوفوا عجبني كراف. سبق وهدرت على مرطب بروديرما كنت نرطب به، بس غير جربت هذه الليساز وقفت بروديرما ورجعت نرطب بهذا. فيه زيت اللوز وفيه الفيتامين او، زيت الفيتامين او هايل بدون عطور، يعني ما يحسس البشره ما والو، ما فيه لا ريحه لا والو. بالعكس تحسي انه تمتصه البشرة بسرعة، تحسي بشرتك تولي رطبة صافية ناعمة، يعني متغذية. تقدري ديريه مرتين الصباح وفي الليل، هايل. تقدري ديريه قبل المكياج تاعك يجي شباب، يعني ديريه قبل الفوندوتا. يعني عجبتني بزاف صراحة هاد المرطب، وننصحكم به بشدة، خاصة اللي بشرتهم جافة ولا عادية. اشروا هذا اللي لونه وردي. سعره 35,000، بصح انا شريته هاد الخطرة 40,000. زادوا فيه وراه شوية قليل، يعني لازم تحوسي مليح في الكوسميتيك باش تلقيه. وصراحة نعطيه 10/10. عجبني كراف.
واللي عجبتني فيه البنات كي ديريه ما تحسيش هكا بشرتك تتلصق، يعني البشرة تمتصه بسرعة. جربوه ورجعوا لي تجربكم في صندوق التعليقات. حاليا روتيني نغسل مرة في الليل بغسول تاع هذاك حليب الماعز من ابو سعد، ونرطب بشرتي مرتين، مرة في الصباح ومرة في الليل. في الصباح ما نغسلش وجهي يعني لا بالغسول لا بالصابون، فقط يعني نتوضا ونرطب بشرتي. اما بالنسبة لصابونة حليب الماعز كنت نديرها في الصيف كي كان الشمس والبحر وكاع، كنت نغسل بها مرتين، مرة في الصباح مرة في الليل، ونرطب بعدها. يعني انا كنت نرطب ببروديرما، حاليا راني ندير ليساز. نتوما يعني اذا تحوسي على حاجه تبيض بشرتك غسلي بصابون حليب الماعز ورطبي بعدها بليساز. اذا تحوسي على غسول ينقي وينظف بشرتك بعمق جربي جل تنظيف تاع ابو سعد. المنتج الثالث هو هذا ايزوميدين، يدير 12000، هو محلول طبي ومعقم طبي، تشروه من الصيدليات. هذا ايزوميدين ثاني هدرت عليه بزاف في قناتي. المهم هو يصفي البشرة من كل الشوائب والقشور، إذا كان عندك قشور في بشرتك ولا شوائب أو بقع عميقة كلف، إذا عندك مسامات واسعة شوفي جربيه، لأنه يشد البشرة ويصفيها. ماشي يعني هو ليس لتفتيح البشرة ولا للتبييض، هو ينقي ويصفي البشرة، يعني يزيل هدوك القشور، ومليح بزاف اللي عندهم مسامات واسعة. وأيضا يطفي الحبوب، يعالج الحبوب. حتى إذا كان عندكم حبوب في الدار تقدروا تمسحوا به كل يوم في الليل، يعني تشوفي اختك ولا تمسح لك به كل يوم في الليل، وهذاك الحبوب اللي في الدار راح تروح، يعني يصفيه، يعني يصفي لك الظهر تاعك بإذن الله. أما بالنسبة للوجه ركزوا معايا في طريقة الاستعمال. هو ليس لاستعمال يومي، يعني ما تقدريش ديري كروتين، هو ديري فقط كعلاج. يعني مثلا انا في الاسبوع نديره مره ولا مرتين، نجيب قطنه ندير فيها محلول ايزوميدين ونمسح بها الوجه تاعي وما نرطبش، نغسل وجهي بغسول ولا صابون، بعدها ندير ايزوميدين وما ترطبوش، لانه البشره تتحسس. وما ديروش على بشره يكون فيها مرطب ولا مكياج، لازم البشره تكون نقيه، تمسحي به وجهك وترقدي فقط يعني مره ولا مرتين في الاسبوع. هذاك النهار اللي ديري فيه ايزوميدين ما ترطبيش، وصباح اغسلي وجهك ورطبي، ديريه كعلاج. واذا كان عندك كلف ولا بقع تقدري ديريه مده 10 ايام متتاليه في الشهر، يعني كعلاج. اغسلي بغسول وديري ايزوميدين، مسحي به وجهك في الليل، في الصباح اغسلي وجهك مليح ورطبي. نتمنى تكونوا فهمتوا الطريقه، لانه هو ليس لاستعمال يومي، ما تكثروش منه. جربوا هذا الروتين سهل وبسيط، راح تتحصلوا على بشرة نقية وصافية مع المداومة أكيد. وشاركوني تجاربكم، مع السلامة.